بتتكتب وحكايات تانية بتتعمل أفلام. أما حكاية لويس بشارة وبناته التلاتة فاتعملت تمثال. طيب دلوقتي أنا عرفت إن في حاجة حصلت، مش فاكر إمتى بالظبط، بس حصل حريقة كبيرة قوي في المصنع واتأثر جامد، وبعدين قدرتوا أنتوا ترجعوه تاني، فبرضه أحب حضرتك تكلمينا عن الموضوع ده. سنة 93 كان حصل ماس كهربائي في مصنع النسيج، واتصل بيا الساعة 1 الصبح مهندس إبراهيم مدير المصنع في الوردية بتاعت بالليل. أنا كنت ساكنة فوق بابا، إحنا كنا الأول في مصر الجديدة، فنزلت له وصحيته وخدنا عربيتي وطلعنا. كان الحريق النار واصلة لغاية كوبري كنا شايفينها من الكوبري الأولاني بتاع العاشر. سهل قوي كل لما الحاجات. تبقى 100% ستينلس ستيل في منتهى أو ستيل كونستراكشن في منتهى الخطورة. يعني جات وقتها 37 عربية. كان وقتها كانوا في مشكلة مية من الخزان، إن المدينة كانت موقفة المية لسبب تكنيكي معين، فما عرفوش يطفوا في ساعتها. على بين ما وصلت العربيات كان المصنع رعب، فطبعا كانت مأساة ضخمة. كنا كل شوية ندخل نسمع إذا كان بابا يعني نفس بتاعه طبيعي يا حبيبي. إحنا كنا مرعوبين يحصل له حاجة. المصنع بتاع النسيج والملابس ده كان يعتبر ابن ليهم لبابا وماما. احنا 3 بنات، ماري ونيلي وياسمين، فالابن هو الصناعة دي. وقتها كان مصنع ماري اللي احنا قاعدين فيه ده شغال حريمي. أنا بشغلش غير ليديز وير. فكانت وردية الصبح حريمي وورديات بالليل رجالي. كان في مشروع جديد إن يتعمل مصنع بدلة، كان المبنى جاهز، واتبنى بقى مصنع نسيج جديد اللي ورانا اللي عنده التمثال الكبير. ايوه التمثال ده برضه كسر حضرتك عليه. التمثال اللي بيحكي انه الوالد قدر يقف تاني ونهض. حلو قوي. ده كان بعد موضوع الحريقه يعني. وحط في السيدات اللي هي الماما وال3 بنات معاه في التمثال. وطبعا الدنيا قامت من اول وجديد الحمد لله. الحمد لله. طيب حضرتك تفتكري اول كونتينر اتصدرنا بره من عندكم في المصنع؟ كونتينر راح للعراق. كان في اتفاقية بين مصر والعراق. وده صدرنا العراق. بعد كده صدرنا السعودية محلات اللي هي بي تي ام وماري، وبعد كده ألمانيا المحلات اللي هناك، وبعدين بقى أمريكا أوروبا. تصدير للبراندز الضخمة الأجنبية اللي موجودة. طب وآخر كونتينر خالص اللي لسه طالع الأسبوع اللي فات أعتقد. إحنا يعني في كونتينر طالع كل كام يوم. تلاقي في كونتينر طالع لأمريكا لتركيا لإيطاليا يعني. طيب في حاجة كمان أحب إن أنا أتكلم مع حضرتك فيها، وهو المركز العظيم اللي حضرتك عملتيه في الأسمرات، مركز التصميم والتكنولوجيا والملابس. ده تحيا مصر عملت مبنى في الأسمرات، وأخدته وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية مسؤولة عنه عن تدريب فني. فتم إسناد هذا المكان ليا كقطاع خاص للتدريب، وعملنا اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة إنه هيتعمل على غرار مدرسة بشارة. اللي هو الطالب بيدخل بيتعلم من أول النسيج لغاية المنتج النهائي، لكن التعليم تعليم إنتاجي. يعني إيه؟ يعني الطالب مش بيتعلم أكاديمي بس، هو بياخد بس ساعة أكاديمية الصبح، وبعد كده بيتحول للخطوط الإنتاج، يتدرب على منتجات، وهذه المنتجات بعد 3 شهور تكون جيدة، لأن بنديله نو هاو تعليمي. إزاي ينسج قماشة تريكو، يعمل بولو شيرت، إزاي يعمل جاكيتة تريكو، إزاي يطرز، فمكان تطريز حديث جدا. إزاي سنة أولى يعمل قميص، سنة تانية بنطلون، تالتة جاكيت. أنتجوا أذكر أول سنة 23,000 يونيفورم اتسلموا لباقي الطلبة من إنتاجهم وتطريزهم. وبياخد هو بياخد فلوس وهو بيتعلم، وكمان لما يتخرج بياخد يبقى جاهز اكتر ان هو يشتغل بمرتب كويس. فقلنا هندخل السيدات حتى 40 سنة بالشهادة الإعدادية بتاعتها تتعلم في المدرسة. تاخد شهادة ثانوي، وهي بتتدرب بيبقى ليها دخل، فهي بتطلع إنتاجية وبتاخد دخل. منتجاتنا المصرية طالعة للخواجة اللي مش بس عارف يعني ايه جودة القطن المصري، لأ دول كمان عارفين موضة وذوق الصناع نفسهم، وأجيال بتسلم أجيال مسؤولية سمعة منتجاتهم وصناعة الملابس المصرية في الأسواق العالمية. المصنع ده بقاله سنين، وإن شاء الله قدامه سنين أكتر هيصدر فيها منتجات عليها أحلى جملة: صنع في مصر.